نعمل الفطاير في البيت بأسهل طريقة، بطريقة الشيف نادية السيد. تحفة. دي بالجبنة وديت بالنوتيلا. تحفة جدا، تحفة، والولاد بيحبوها جدا. تمام. يلا بينا هنوريكم واحدة معانا وهي بتتفتح. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين؟ تحفة. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. بحبكم في الله، ده حياتي وده شغل. يلا بينا يا حبايبي، ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي في العجينة بتاعتنا. معانا كيلو من الدقيق، هنحط عليه معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة مليانة من الخميرة، انا بستخدم خميرة بيرة، دي معلقة كبيرة. هننزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة ملح. هنحط الخليط ده كله على بعضه، هننزله في العجان بتاعنا، نعجن على ايدينا برضو مفيش مشكلة. معانا كوباية من المية، هننزل بالتدريج. بصراحة تسلم ايديها الشيف نادية السيد. خدت بالظبط معانا كوباية ونص من المية. الطبق بتاعنا فيه مسحة من الزيت، هننزل بالعجينة بتاعتنا. بصوا ما بتلزقش اهي. هنسيبها تخمر لمدة 5 دقايق. عقبال ما الخميرة بتاعتنا العجينة بتاعتنا تخمر، معلش. هنجهزنا بقى الخضار بتاعنا، طماطمية متقطعة شرايح وفلفل الوان وفلفل اخضر وزيتون وفلفل حراق، هنحطه في السر. تمام. هننزل بيهم في الطبق بتاعنا. هننزل بجبنة بيضة وهنقلب كويس، وهنحط كمان جبنة موتزاريلا. عندنا نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا حطيناها، بقت معانا بقى بالشكل ده كده. دي الحشوة اللي هنحشيها بالفطاير بتاعتنا. العجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها 5 دقايق تخمير بالشكل ده كده اهو. بصوا اهي، شايفين؟ مطاطية. هنقسمها لاتنين بالشكل ده كده، وهنقطع جزء جزء. هنكورها بالشكل ده كده. هنكورها هنكورهم كلهم بنفس الشكل. هنجيب طبق هننزل عليه دهن من الزيت، وهنحط الكور بتاعتنا. خلصناهم بالشكل ده كده، هنغطيهم وهنشتغل فيهم على طول، مش هنسيبهم يرتاحوا، نشتغل فيهم على طول. هنجيب رشة من الدقيق، هنجيب العجينة بتاعتنا وهنفرد. مش عايزينها ترفع قوي ولا تبقى سميكة، ما تبقاش مليانة كده، لا هنرفع سنة بسيطة. هتبقى بالسمك كده كده زي ما انتم شايفين بالسمك كده كده. تمام. هنحط بقى الخلطة بتاعتنا، هننزل بالخلطة اللي احنا عملناها. عندك اي بواقي في التلاجة حطيها، مش لازم تلزمي نفسك بحاجة معينة، لا اي حاجة. هنقفلها زي قفلة القطايف كده، زي الشيف نادية السيد ما عملت بالظبط. هنشغل البوتاجاز على نار متوسطة مش عالية قوي، وهننزل بنقطة من الزيت، وهنمسح الطاسة بتاعتنا كلها كويس عشان هنحط كذا واحدة جنب بعض. هننزل بأول واحدة، هنجيب واحدة كمان وهنفرد بنفس الطريقة. مش عايزين السمك بتاعها يبقى مليان ولا رفيع قوي. السمك بنفس الطريقة دي كده بالظبط. تمام. هنحط بقى الخلطة بتاعتنا. حطينا معلقة من الخليط بتاعنا، المكونات بتاعتنا، وهنقفل بنفس الطريقة زي القطايف.
هنحطها على النار. هنبص على ديت لسه، بصوا شايفين لسه. هنقلبها بقى على الوش التاني، شايفين بالشكل ده كده. نبص على ديت ودي كمان اهي كمان. اول واحده خلصت معانا بالشكل ده، بصوا اهي شايفين. هنرصهم بقى في الطبق بتاعنا. نطلع التانية. اتبقوا بقى معانا 4 فطاير هنحشيهم بالنوتيلا. هنقفلها نفس الطريقه بالشكل ده كده. الطاسه بتاعتنا هنمسح برضو مسحه من الزيت وهننزل. شايفين خلصناهم بالشكل الجميل ده، تحفه والطعم خرافه والله. جربوا اعملوهم يا جماعه، جربوا اعملوهم واكلوا ولادكم في البيت، احسن من الولاد يعني تاكل من الشارع. مش عارفه اقول لكم، الاكل تحفه. وبالف هنا والشفا. وما ننساش اللايك والشير ونفعل الجرس في قناتي. بحبكم في الله، ده حياتي وده شغل.